يا صباح الفل. طبعا انا الفيديو ده انا عامله مخصوص عشان في كباتن كتير جدا جدا اتظلمت في المقاطعة واتحفل عليها كتير واتقال لها انت خطيفة واتقال لها كلام كتير. خلينا يا جماعة ما نبقاش احنا قاسيين على بعض، بمعنى احنا مثلا 100 واحد شغالين في المهنة دي مثلا، يعني ال100 دول في منهم 80 عملوا مقاطعة وفي منهم 20 ما يقدروش يعملوا. هو ال20 لما يعني دول لما ما يقدروش يعملوا، هل المقاطعة بتاعتنا معناها ان هي ما نجحتش؟ بالعكس، ده معناه ان المقاطعة بتاعتنا نجحت، لان العدد اصلا اللي احنا وقفنا بيه شغل اكبر بكتير جدا من الناس اللي نزلت تشتغل. طيب ليه يا كابتن احمد بتقول عليهم كده؟ بتقول عليهم ان هم مظلومين لان كل واحد فيهم عنده التزامات. يعني اللي عنده قسط، يعني مش كل الناس اللي شغالة شباب صغير، كتير جدا ناس كبيرة في السن. مع احترامي ليهم عقليتهم غير عقليتك، مع احترامي ليهم عندهم التزامات غير التزاماتك، مع احترامي للكل، هم حياتهم اكبر شوية، مش هنقول كتير يا عم، اكبر شوية من حياة الشاب اللي زي مثلا. بمعنى ان انا دلوقتي النهاردة انا متجوز ومعايا طفل واحد او طفلة، يعني فهو متجوز بس عنده ايه بقى؟ بس عنده بدل الطفل 3 و4، ونشيل كلمة طفل ونخليهم شباب، ونشيل كلمة شباب ونحطهم تحت مسمى ان هم عايزين يتجوزوا. فهو مجبر ان هو يشتغل عشان يجهز بناته او يساعد اولاده، زائد ان هو عنده ايجار، زائد ان هو عنده قسط عربية، زائد ان هو عنده التزامات. قالوا لنا زمان ان كل ما البني ادم بيكبر كل ما التزاماته بتكبر، فهو اكيد عنده التزامات كتير. فانا مش هروح انا كمان ادوس عليه وافضل اتكلم اقول يا كابتن ده فلان الناس الخطيفة. الناس الخطيفة دي قصة تانية، انا اسف. الناس اللي نزلت وما عملتش مقاطعة، الناس اللي كذا، الناس اللي كذا، الناس اللي كذا. ما نيجي نبص لها بالعقل. احنا اللي يهمنا ان احنا نتشاف. وانا بيتهيالي ان كل كابتن محترم عمل فيديو طلع، اذا كان حد محترم طلع عمل فيديو وطلع في القاهرة 24، راجل فوق الاحترام، واكيد كلكم شفتوا فيديوهاته. حد تاني اتشاف في قناة تانية، حد تاني فيديو بتاعه عمل مشاهدات كبيرة. فاحنا بدأنا نتشاف، بدأ الاعلام يتكلم عننا، بدأنا نشوف بعينينا ان احنا في عندنا امل، بيقول ان الامل ده جاي. احنا لسه ما حققناش حاجة، احنا لسه بنقول يا هادي، مش عايزين برضو نيأس، فاحنا جايين ان شاء الله. فلما تلاقي كابتن شغال التمس له العذر. احنا بنلتمس لبعض 70، التمس له هو 1، التمس له 2، لان احنا لازم نبقى رحيمين على بعض. انا بتكلم في الموضوع ده لان في ناس كتير دخلت كلمتني، ويا كابتن احمد اتكلم عن الناس اللي هي محتاجة، والناس اللي هي غصب عنها، والناس اللي هي اصلا مش شغالة غير مثلا على اندرايف بس، مش شغالة غير على اندرايف وديدي لان عربياتهم قديمة او واخدين بلوكات في اوبر وكريم. فلو سمحت، احنا ما بنحاسبش بشر، احنا ما بنحاسبش بني ادمين، احنا بنعمل المقاطعة وبنحط افكار عشان نفسنا وعشانهم. هم يعني ما قدروش يعملوا معانا ده، في يوم من الايام هتلاقيه جمع لنفسه، هيقول لك انا هجمع الشهر ده حاجة عشان اقدر لما نيجي نعمل في خلال الشهر اللي جاي ان شاء الله اقدر ابقى اعمل معاهم يوم ولا يومين. صباحكم زي الفل. اهم حاجة غرض الفيديو خليك رحيم على زميلك، ما نبقاش كده حاطين كلنا ضغط على فلان وفلان وفلان. نطلع بقى من تحت قصة صاحب الشغل دي. صباحكم زي الفل.